وفاة العميد السهلي غرقا في شاطئ نصف القمر، وإليكم تفاصيل الخبر. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القصة التي تعبر عن التضحية في قصة جديدة من قصص التضحية. لقى العميد سالم بن مسلم آل عبيد السهلي حتفه غرقا داخل عمق البحر بعد أن حاول إنقاذ ابنه الصغير حينما مارسته السباحة على شاطئ نصف القمر شرق السعودية. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالقصة التي تعبر عن التضحية والقيام بدور الأب لحماية ابنه من الغرق، في حين تم الصلاة على العميد سالم السهلي في محافظة المجمعة بالجامع الكبير، والعزاء بمنزل المرحوم بحي الجامعيين شارع التويجري. وتوالت الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن الفقيد كان محبا للجميع متسما بالصفات الطيبة والمميزة، وترك خلفه عيونا دامعة وقلوب مفجوعة، فيما واسى مواطنون ذوي العميد سالم السهلي في وفاة فقيدهم داعين الله بالرحمة والمغفرة، وأن ينزله الله منازل الشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.